مرحبا بكم في قناة ميمي. اليوم راح نديرو قلب اللوز. لهاد الوصفة يلزم لكم 800 غرام تاع سميد يكون متوسط، راح نضيفولو 200 غرام تاع سميد يكون خشين. تخلطوا المكونات، من بعد راح نضيفولو 750 غرام تاع سكر. تخلطوا جيدا حتى يولي السكر ما يبانش. من بعد راح نضيفولو مغرف كبيرة تاع السمن. وراح نخلطه فقط بالاصابع حتى نشوفوا انه السمن تخلط جيدا مع السكر والسميد. من بعد راح نضيفولو هكا كما راكم تشوفوا في الصوره، هكا رجع الشكل ديالو بعد ما خلطنا السميد مع السمن والسكر. راح نضيفولو كاس اتاي تاع مزهر. نعاودو نفس الشيء، نخلطو بالاصابع فقط ما نعجنوش. في هذه الخطوة لازم انه نحسوا باللي السكر بدا يذوب. من بعد راح بنفس الكأس اللي عبرنا به المزهر راح نزيدو الماء، كاس تاع الماء. نعاودو نخلطو ونشوفو اذا حسينا السكر مازال ما دابش، نزيدو نضيفو كاس واحد اخر تاع مزهر، كاس صغير. 2 كاس يكفو، يعني ما فوق 2 كاس ما تقدروش تزيدوا. هكذا نخلوها ليله كامله تبات، وغدوه من داك رايحين نعاودو نطيبوها. هنا راكم تشوفوا غدوه من داك كيفاش رجع. اذا لقيتوه يابس ما تخافوش منه، هذاك السكر يبس. تعاودوا تحلوه فقط بين يديكم. من بعد راح نضيفولو كاس تاع الماء. الكاس تاع الماء هنا ما تضيفوش على مره واحده، رشوا كيما يعني كيما الشكل تاع الطعام، كيما شغل راكم ديروا في الكسكس. ونفس العجن شوفوا فقط بالاصابع. اذا عجنتوا القلب اللوز مش حيخرج. راح نرشوا فقط الماء ومن بعد نخلطوا بين صبعتينا كما راكم تشوفوا في الفيديو. هنا شوفوا العجين كيفاش رجع. تحسوا كي تحسوا بالسكر داب كامل، رجع كانه يدكم راهي فيها العسيله، تم تعرفوا باللي راه قريب ينجح. دوك في الفيديو نوريكم طريقه تاع كيفاش تعرفوا باللي العجين ديالكم ناجح. هنايا نلمو. من بعد راح نديرو كره من العجين هذه، نشكلو كره بين يدينا هنا باش تعرفوا اذا قلب اللوز ناجح. شكلو كره وخبطوها على الفايونس. اذا فتت معناتها ماشي ناجح، زيدوا عجنوا. اذا قعدت كره معناتها راهو ناجح. نعاودو نخلوه 2 سوايع يقعد يرتاح. من بعد باش رايحين نعاودو نديروه في سنيوه. كنت دهنتها هنايا بالسمن ولا الزيت او سمن وزبده. نحطو الخليط ديالنا كامل في السنيوه بهذه الطريقه، يعني ما نعجنوش كانه انا هكذا كما تشوفوا الشكل ديالو. من بعد راح نسوي السطح ديالو بمغرف. هاد المغرف نكون شمختها في السمن والزبده باش يجي لقلب اللوز املس من الفوق هكذا كما تشوفوا. هاد الخطوه مهمه لازم ديروها
بالسمن وزبده. السطح ديالو لازم كاع يجي متساوي باش ما تجيش جهه اكبر اصغر من جهه اخرى. هكذا راكم تشوفوا كيفاش جا. من بعد راح نضيفوا له اللوز، او قبل هذا راح نديروا الموس نشمخوه في الزبده بالسمن ونقطعوا قلب اللوزيانه من جهه واحده فقط. من بعد راح نضيفوا اللوز وراح نسخنوا الفرن ساعه من قبل، بعد ندخلوه يطيب 25 دقيقه. كي يطيب 25 دقيقه راح نخرجوه وراح ندهنوا السطح ديالو ب 100 غرام تاع السمن وزبده، يعني يكون مخلط سمن وزبده، ندوبوهم وندهنوا بهم السطح تاع القلب اللوز باش يمدلنا هذاك اللون الجميل ديالو. ونعاودوا ندخلوها الطيب 40 دقيقه ونعاودوا نشعلوا لها من فوق 5 دقائق. من بعد راح نحضروا الشربات اللي فيها ريتله تاع الماء. بعد ما نخرجوا القلب اللوز نسقوه بالشربات يكون سخون والشربات تكون دافيه. هنايا راح نضيفوا السكر اللي هي 400 غرام في ريتله ماء. من بعد راح نضيفوا شرائح الليمون اختياري، يعني اذا ما كانش عندك الليمون ما ديريش. هنايا راهو بدا يغلي، نحسبوا 15 دقيقه ونطفوا عليه. نضيفوا كي نطفوا راح نضيفوا نص كاس تاع مزهر. هنا راكم تشوفوا قلب اللوز ديالنا راهو واجد واللون ديالو شباب، وراح نخلوه يبات ليله كامله باش تقدروا تقطعوه.